ازيكم؟ يلا بينا بسرعه اقول لكم ازاي عملنا البطاطس اللي شكلها حلو جدا وكمان مقرمشه بجد كريسبي. طعمها يا جماعه خطير، لازم تجربوا الوصفه ديت. اول حاجه هنجيب البطاطس يكون حجمها متوسط، يعني ما تكونش ولا كبيره قوي ولا تكون صغيره قوي عشان نقدر نتحكم فيها واحنا بنقطعها. تعالوا بقى اقول لكم ازاي قطعناها بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. اول حاجه يعني نجيب البطاطس بعد ما هنغسلها طبعا كويس جدا. هنجيب البطاطس ونحاول كده ان احنا نقطع كل الجوانب علشان تكون متساويه معانا، يعني تكون كده شكلها مكعب عشان نقدر نقطعها بشكل متساوي. هنجيب بقى اي حاجتين نحطهم ما بين البطاطس عشان عايزين السكينه ما توصلش للاخر، يعني قبل الاخر كده بحاجه بسيطه جدا. هنقطعها بقى بنفس الطريقه ديت. هنجيب البطاطايه ونحطها ما بين العصايتين او ما بين اي حاجه عندكم يكون سمكها رقيق. هنقطعها بالطول وبعد كده هنقطعها بالعرض عشان تطلع معانا نفس الشكل دوت. بعد ما قطعناها كلها بنفس الطريقه هنجيب كده شويه حلوين من الملح ونحاول ان احنا نوزعهم على البطاطس كلها، وندخل كمان الملح من جوه البطاطس عشان تنزل كل الميه اللي موجوده فيها. يعني في خلال 10 دقايق او ربع ساعه اكون منزله كل الميه اللي موجوده فيها. نحطها في مصفى ونسيبها شويه كده. بقى بعد ما صفت الميه اللي موجوده كده شويه الميه اللي هي صفتهم هتلاقوا بقى كده ان هي اتفتحت بسهوله، وهنغسلها كويس جدا من الملح عشان هتكون فيها كميه ملح كويسه، فمش عايزينها تكون حادقه قوي، فهنغسلها مره واتنين وتلاته عشان نتخلص من كل الملح الموجود فيها. هنجيب اي حاجه بقى كده تكون عندنا نظيفه ونحاول ان احنا ننشفها، مش عايزين اي ميه. وهنجيب بقى النشا وهنغلفها كلها بالنشا من جوه ومن بره. النشا يا جماعه بتديها قرمشه فظيعه، بتديها كمان لون حلو جدا، يعني تحسوا ان هي كده لونها من بره زي من جوه ولونها كده ذهبي. جربوها بس بالطريقه ديت وبعد كده بقى اكتبوا لي رايكم في الكومنت. اول حاجه هنجيب بقى الزيت، والزيت يكون غزير ويكون كمان سخن. هننزل بقى بكل البطاطس، يعني ما ينفعش نحطها في زيت يكون بارد علشان ما تكونش طريه، احنا عايزينها مقرمشه على قد ما نقدر. فنسخن الزيت كويس جدا وزيت غزير كده زي ما انتم شايفين، وننزل كده بالبطاطس ونحاول بقى ان احنا نقلب فيها شمال ويمين ونقلبها كده من جميع الاتجاهات لحد لما تاخد كلها نفس اللون. بصوا بقى وانتم مجرد كده وانتوا بتقلبوها هتحسوا ان هي مقرمشه جدا وكريسبي، يعني قبل ما تطلعوها من الزيت انتوا هتحسوا ان هي مقرمشه جدا. بصوا بقى وتوصل كده للون الذهبي بقى الحلو اللي احنا عايزينه. بصوا يا جماعه لونها بجد خطيره، مش قادره اقول لكم قد ايه حلوه. هنطلعها بقى في مصفى او هنطلعها في اي حاجه يعني تمتص كده الزيت. بصوا لونها حلو جدا، يعني كده خلاص حمرتها كلها. مش قادره اقول لكم بقى عجبت الولاد قد ايه. اسمها بقى كده القرمشه. هنا نقدمها بقى مع اي صوص، مع كاتشب او مع مايونيز او مع صوص الشيدر، اي صوص موجود عندكم، او ممكن ناكلها كده بدون اي حاجه خالص. بجد بقى طعمها حلو جدا. انا كان عندي كده شويه بقدونس زينتها بشويه البقدونس او شويه كزبره. بصوا يا جماعه متحمره من فوق ومن تحت ومن جوه. جربوها واكتبوا رايكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد وباي باي.